لك خير خير، شو صاير معك؟ من الصبح متصلة علي وبتقلي لي تعالي بسرعة، شو صاير معك؟ لو تعرفي قديش متضايقة. امبارحة كنت عند رفيقتي، هلا بشوف وحدة الله وكيلك الله وكيلك شو ما بعمل بتنزل مثلي، لك حتى بتلبس مثلي وبتحكي مثلي، وشو ما بجيب لبيتي بتجيب مثلي، بتضل بتقول انه انا اللي بقلدها، وكل العالم شايفين وعارفانين انه هي اللي عم تقلدني. تعرفي شو انقهرت؟ الله وكيلك الله وكيلك حتى اذا بعطس بدها تعطس مثلي. دائما عندها نكران انه هي اللي بتقلدني. شو اتصرف معها؟ شو اعمل معها برايك؟ ضحكتيني، هي قصتي. بالعكس تماما، انت ما لازم تتضايقي، لازم تفرحي وكتير. ايه ما تنصدمي. هون الشخص عم يورجيكي كمية النقص اللي داخله، انسان ناقص وكتير، عنده الجرأة انه العالم تشوفه ناقص، يدور على اجمل شيء انت عم تعمليه وبيحاول يعمل مثلك بطريقته الخاصة حتى يأثر على العالم. والاشخاص الناقصين لازم ما تتضايقي منهم ابدا، عم يثبتولك انه انت احسن منهم وانه انت اللي عم تعمليه كله افضل منهم. بالعكس، خلي يتعلموا منك حتى لو نكروا هذا الشيء، انه هن ما عندهم قدرة انه يستوعبوا انه انت افضل منهم. هيك دائما خديها بروح رياضية وشجعيهم انه يضلوا يعملوا مثلك تمام. واكيد العالم ما لا اغبياء، هي عارفانة تماما مين الاصلي ومين التقليد.